لا علاقتي طبيعيه جدا. منعك من دخول النادي؟ لا هي اصل بص يعني في حاجه في مثل بيقال بيقول لك ايه الدار ضربونا والغرب دول طردونا. ها الدار ضربونا. عزمي كابتن الزمالك. انا اولا ما فيش مشاكل بيني وبينه، وبعدين يعني هي بتبقى قرارات لا نلتفت اليها. طب ما في اعضاء مجلس اداره كتير مش انا بس يعني. لكن انا يعني نادي الزمالك ده التاريخ لن يمحى. معروف منه تاريخه في الزمالك وجيه بقى له اسبوع ومش بقى له 40 سنه يعني. فمش ومش التكريم ان انت تحط لي يافطه. لا نادي الزمالك معروف تاريخه ومعروف مين قدم في نادي الزمالك كلاعب ومدير فني وعضو مجلس اداره. عجبك موضوع التعامل في قصه حلمي زنبوره؟ لا حلمي زنبوره ده تاريخنا ومفيش حد بيبيع تاريخه ابدا. ويمكن كان الخلاف بيني وبين مرتضى حته حلمي زنبوره. انا الوحيد اللي قلت الكلام ده لان في ناس بتاخد غطس. واحمد مصطفى. في ناس بتاخد غطس. انا ما باخدش غطس عشان الناس انا ما باخدش غطس. ونادي الزمالك مفتوح في اي وقت بنروح بس انا ما بروحش. بقالك قد ايه ما رحتش نادي الزمالك؟ بقالي حوالي قد ايه؟ بقالي سنه ونص. سنه حوالي سنه. ده ينفع؟ لا ما هو انا ما يتحطش ورقه الكابتن النادي عضو مجلس اداره وسكرتير عام النادي على الباب. لا كل واحد بيحافظ على كرامته. هتدخل النادي يا كابتن في وجود مجلس مرتضى؟ ايه؟ لا هتدخل النادي؟ لا. انت شايف حضرتك ان هو كده ما بيغيرش من هويه النادي؟ خدت العنوان. التاريخ ما بيتزيفش والتاريخ لا يغير هويه. خد بالك يعني انت عشان تيجي تغير هويه مصر هتلغي 7000 سنه. تصريحاته يا كابتن ان انا جيت وجبت لكم بطوله بعد 10 سنين او 11 سنه. الزمالك نادي بطولات. الزمالك نادي بطولات وطول عمره بياخد بطولات مش جديد علينا يعني. مرتضى منصور كل ما بيطلع في الاعلام بيهاجم الناس وبيقول انا ما فيش حد يغلط في الزمالك او رموز الزمالك، في حين ان هو بيطلع بيغلط في رموز الزمالك يعني زي حضرتك زي كابتن احمد مصطفى. ازاي هو بقى بيطلع يدافع عن رموز نادي الزمالك وهو في نفس الوقت بيغلط؟ اساله هو اللي يقول. انا ما اعرفش اللي في دماغه ايه. لكن في برضه هقول لك حاجه لازم نعترف بحاجه يا جماعه. في ناس بتحب تحكم من الوقت والتو ما يحبوش يشوفوا رموز. في ناس بتبص ان هي تبقى الرمز الاول. التاريخ يبدا من رئيسه هو. في ناس بتحب التاريخ يبدا هو اول التاريخ. ايوه هو النجم الاوحد يعني. بس زي مورينيو. دي مدرسه. خد بالك برضه دي مدرسه يعني مدرسه النجم الاوحد. في مدارس للاداره. في مدارس بتعمل شو. في مدارس بتشتغل في هدوء. في ناس بتحب ما بتشتغلش في هدوء. في مدرستين، مدرسه العمل في هدوء ومدرسه العمل في شو. في يا كابتن في مسبحه الدفاع الجوي ناس قالت ساعتها الاخوان وليها تدخل وكل حاجه، بس في ناس برضو قالت ان مرتضى منصور ده كان السبب في العداء بينه وبين الالتراس الزمالك، هو اللي وصل اللي يحصل صدام. هو لما الدوله تبرأ مرتضى منصور اتهم انا؟ لا. طيب انا عايز اسال حضرتك في طريقه معاملته في الازمات، الطريقه اللي يعني مشكله الاهلي ده شتم فلان عمل فلان، ده مش شايف ان هو بيهدد استقرار البلد بشكل معين؟ كل شيخ له طريقه وانا ما اقدرش اقول لك بيهدد استقرار او ما يهددش استقرار لان في دوله فيها مؤسسات وفيها جهات رقابيه كثيره ممكن يعجبهم هذا الاسلوب. انت لازم نعم طريقته في الكلام اللي هي التطاول ده ما بيسببش اهانه لكرسي رئاسه نادي الزمالك؟ حته كرسي نادي الزمالك وكل انا قلت لك كل شيخ له طريقه. هو يمكن شايف ان ده قوه لنادي الزمالك وهيبه لنادي الزمالك من وجهه نظره.